قرعة دوري أبطال أفريقيا، الهلال السوداني يواجه نهضة بركان المغرب. قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا. فريق الهلال السوداني الموج الأزرق سيد البلد كما يحلو العشاق، مواجهة نارية مع فريق نهضة بركان المغربي. مباراة الذهاب حتكون في 13 مارس على أرض المغرب في ملعب فريق نهضة بركان اللي هو استاد الملعب البلدي البسع ل15 ألف متفرج، فيما ستكون مباراة الإياب في 20 من مارس على أرض ملعب أماهورو في رواندا اللي هو حاليا يعتبر أرض فريق الهلال السوداني. يذكر أنه نادي بيراميدز مع مدربه معين الشعباني تأهلوا كمركز ثاني خلف فريق نادي بيراميدز من المجموعة الأولى. وتاريخ مواجهات الفريقين، طبعا الفريقين يتواجهوا في كونفدرالية عام 2018، وقتها تفوق نادي نهضة بركان وعبر للدور المقبل. جمهور الهلال السوداني أصداء ما بعد القرعة تفاعل الجمهور كثيرا، وإنه فريق نهضة بركان يعني من أفضل الخيارات حاليا، ولكن طبعا يجب على نادي الهلال ومدرب وريجي كامب يعني احترام فريق نهضة بركان ومذاكرة الفريق جيدا والاستعداد الفني والذهني للمباراتين لحصد نتيجة التأهل إن شاء الله للدور القادم. إذا في حال تأهل الهلال إن شاء الله حيقابل الفائز من مباراة الجيش الملكي المغربي وفريق بيراميدز.